اول مره شفت فيه هذاك البوليسي كان واقف في جنب ديال الطريق وسط الضباب وكيشير ليا بيدو باش نكمل وما نوقفش. ومن بعد قل من 10 دقائق لقيتو واقف مره اخرى وسط الطريق، ولكن هذه المره حال يديه بجوج وكيغوت عليا باش نحبس. الحاجه اللي خلاتني نتجمد في بلاصتي هي كيفاش قدر يسبقني لهاد البلاصه بهاد السرعه. والحاجه الثانيه اللي زرعات فيها الرعب كثر هو ان في ديك اللحظه بالضبط كنت كنسمع صوته جاي من الكرسي اللي ورايا وقريب لي من ودي بزاف وكيقول لي بهدوء: حمزه وياك توقف، راه الا وقفتي هاد المره عمرك ما غادي تخرج من هاد الطريق. سميتي حمزه وعندي 31 عام. كنت في ديك الوقيته اللي عشت فيها هادشي خدام مع واحد الشركه صغيره كتفرق البياز ديال الطوموبيلات بين طنجه وتطوان والفنيدق وحتى المضيق. وباش نكون معكم صريح ما كانتش بحال شي شيفور ديال الكاميوات حريفي كنقول، ولكن الطريق بالنسبه لي كانت بحال شي كتاب صغير حافظه من الاول حتى الاخر. نهار كامل وانا طالع هابط، مره مع شي كراطن فيهم السلعه، مره كنمشي نوصل شي وراق، ومره كنطير نجيب شي كوموند واقفين عليها. كانت عندي واحد الكونغو بيضه قديمه شويه ولكن معمره سمحات فيا في الطريق، فيها واحد الموتور كيدير واحد الصوت خفيف ملي كنسوق بالزربه، والراديو ما كانش كاع كيشد مزيان، كانوا في غير شي جوج ولا 3 ديال الاذاعات. اما فاش نكون مثلا غادي في طريق بين الجبال هذيك خلاص كيولي تسمع فيه غير التشاش. قبل ما نعاود لكم قصتي خاصكم تعرفوا عليا واحد الحاجه، وهاد الحاجه هذه مهمه، واللي هي ان انا من داك النوع اللي ما كيسيخش اي حاجه كتقال لي. الا مثلا شي واحد عاود لي على شي حاجه مشيت ليه كنقول ليه يمكن كنتي عيان، والا قال لي شي حد بلي شفت شي خير في الطريق كنقول ليه راه غير الضو ديال شي طوموبيل ولا شي حاجه بحال هكا. وما كنقولش لكم دابا هادشي باش نبين لكم بلي راني واعر ولا ما كنخافش، بالعكس غير حد ديما كنقلب على داك التفسير الساهل، التفسير اللي كيخليك تعس مرتاح اللي بغينا نقول. ولكن داكشي اللي وقع لي في طريق القصر الصغير ما لقيتيه لا تفسير ساهل لا تفسير صحيح. القصه بدات نهار الثلاث في اواخر شهر ديسمبر، وراكم عارفين في هذا الشهر البرد كيكون مجهد بزاف، كيدخل لك مع العدا والضبابه كتكون كثيره خصوصا في الليل. المهم في ذاك النهار خرجت من تطوان مع ديك 7:30 ديال العشيه، وكان خاصني ضروري نوصل واحد الكارطونه فيها شي بياس ديال الطوموبيل لواحد الكراج قريب من طنجه، كان خاصني نوصلها قبل ما يتسد المحل. ولكن ملي وصلت للطريق الرئيسيه لقيتها عامره شويه حيت وقعت واحد الكسيد القدام والبوليس بداو كيرجعوا في الطوموبيلات. تما كنصحني واحد الشيفور ديال الكاميو وقال لي باش ناخذ الطريق اللي كدوز من جهه القصر الصغير، وقال لي غادي نخرج منها بلا ما نضيع الوقت. الطريق هذه كديز منها من قبل ولكن غير في النهار، وعمرني توقعت باللي في الليل غادي تولي بهذا الشكل، الجبال دايرين بيا من جهه والبحر من جهه اخرى. واخا ما كانش كيبان ليا البحر ولكن مع الهواء البارد ريحه الملح ديالو كانوا كياكدوا لي بلي راه قريب. الطريق كانت كلها منعرجات، مره كتهبط ومره كتطلع، والضباب كيدوز قدام الضوء ديال الطوموبيل بحال الدخان. وفوق من هادشي كامل ما كان حتى شي طوموبيل لا ورايا لا قدامي. في الاول كنت غادي مرتاح مع راسي، شعلت الراديو لقيت واحد ستيشن طالقه اغنيه قديمه وقلت ندوز بها الوقت حتى نوصل. بقيت غادي في امان الله، ومن بعد شي ربع ساعه بحال هكاك الراديو بدا كيتقطع، الصوت بدا كيمشي وكيرجع حتى طفى الراديو غير بوحدو. ضربته بيدي بشويه ورجع خدم عاوتاني، ولكن هاد المره ما بقاش ديك الموسيقى اللي كانت. سمعت بحال شي صوت خفيف وسط داك التشاش، بحال قلتي شي واحد كيهضر في داك الراديو ديال الايد، عرفتوه؟ في الاول ما قدرتش نفهم شنو قال، ولكن من بعد بقيت كنشد كلمه من هنا كلمه من لهيه، ولقيته كيقول الطوموبيل البيضاء نقصنا السرعه. حيت انا هنا عيني على الطريق وشفت في الراديو، قلت يمكن غير شي تردد ديال الدراك شدوا الراديو بالصدفه، واخا كنت عارف بلي هادشي ما كيوقعش بهاد السهوله. انا باقي ما كملاش الفكره في دماغي، باقي زعما كنحاول نستوعب شطرا في هاد البلان هذا، حتى عاود سمعت نفس الصوت وسط داك التوشويش كيقول الطوموبيل البيضاء غادي تلقى بارات قدامك. وبصح في ديك اللحظه بالضبط شفت من بعيد واحد الضوء احمر كيشعل وكيطفى، نقصت من السرعه وبقيت غادي بشويه، ومني قربت بان لي واحد الباراج صغير، جوج ديال دوك العيبات الليمونيين محطوطين في الطريق، ضوء حمر فوق واحد الصندوق، وواحد دراكي واقف في الجهه اليمنيه كيتسنى. ما كانت لا طوموبيله ديال البوليس ولا الدراك لا موطور لا حتى واحد اخر معاه، كان غير بوحدو. انا قلت يمكن غير مراقبه عاديه ولا شي حاجه مؤقت بسبب الكسيده اللي وقعت. هبطت الشرج بشويه والدراكي قرب مني. الراجل كان في الربعينات ولا الخمسينات من عمره، وجهه رقيق وعنده واحد الموسطاش خفيف، ولابس كاسكيطه قديمه شويه، والجاكيطه ديالو اللي كيلبسو الدراك باين عليها ثقيله وصيرده ما كترد الضباب. الدراكي ما سلمش عليا نهائيا وما طلبش ليا الوراق، بقى غير واقف وكيشوف فيا. انا قلت ليه السلام عليكم، واش كاين شي مشكله الشاف؟ الدراكي بقى ساكت شويه ومن بعد قرب وجهه من الشرجم وقال لي فين غادي؟ قلت لي راني غادي غير لطنجه، عندي واحد ديليفري مزروبه وضروريه. بقى كيدور عينيه في الطوموبيل عندي لداخل وشاف ديك الكارطونه اللي كانت محطوطه حدايا في الكرسي، ومن بعد رجع شاف فيا وقال لي كمل نيشان وما توقف حتى شي واحد. انا ابتسمت شويه باش زعما نغير داك الجو الغريب اللي كان داير في هذه الكونفرساسيون، وقلت ليه واخا الشاف واش الطريق لقدام فيها شي مشكل؟ والو ما جاوبنيش، بحال حرفيا كدوم على الحيط.
عاود قلت ليه ياك ما كاينه شي كسيده. هاد المره قرب مني اكثر حتى شميت واحد الريحه غريبه في حوايجو، ماشي ريحه العرق ولا شي ريحه خايبه، بالعكس كانت ريحه زوينه ولكن ماشي زوينه كما تخيلتو دابا. عرفتوا مثلا ريحه الفوتر اللي كنكتبوا به ولا ريحه ليسانس كتكون زوينه بطريقه غريبه، هو كانت فيه شي ريحه بحال هادي، بحال ريحه الحراق ولا ما عرفتش ريحه التراب ولا شي حاجه بيناتهم. وقال لي بصوت منخفض اسمعني مزيان، غادي تشوف قدامك باراج اخر ما توقفش فيه. بقيت كنشوف فيه وانا ما فاهم والو، قلت ليه باراج اخر ديالكم؟ حرك راسو ودار لي بحال هكا، ومن بعد قال واحد الحاجه اللي بقات لاصقه لي في دماغي لهاد النهار هذا. قال لي حتى الا شفتيني انا واقف تماك ما توقفش. قلت في خاطري حتى الشبارك كيقول هذا، ياك ما انا دابا بارك كنحلم مع الليل والعيا بديت كنهلوس، ولكن باش ما نكذبش عليكم حسيت بواحد السخونيه طار عليا مع ظهري. الدار مد يدو وضرب لي الباب ديال الطوموبيل 3 ديال الضربات وقال لي سير. انا سديت الشرجم وكملت طريقي، وانا غادي بقيت مره كنشوف فيه في المرايه وكنقول مع راسي شنو معنى بديك اللعيبه ديال ما توقفش، واخا تشوفنيش انا ما توقفش. المهم انا ما عطيتش الموضوع شي اهميه كبيره، حيت اصلا شنو غندير؟ نرجع في حالي ونقول لهم راه بوليسي قال لي واخا تشوفني في الباراج الجاي ما توقفش؟ شكون غيتيقني اصلا؟ يقولوا هذا داير غا سبب باش ما يوصلش السلعه في ديك الليله. فطفيت الراديو وبقيت غادي وكنحاول نقنع راسي بلي داك الدراكي كان كنبهني من شي شفاره ولا شي وحدين دايرين باراج مزور في الطريق. هذه الحاجه الوحيده والمنطقيه اللي طاحت لي في بالي نفكر فيها. نقصت شويه السرعه على ود المنعرجات، ومن بعد شي 5 ولا 10 دقائق بحال هكاك بان لي قدامي ضوء احمر. في نفس ديك اللحظه اللي شفت فيها هذا المنظر قلبي بدا كيضرب بالجهد. كان حرفيا نفس الباراج، نفس دوك جوج لعيبات الليمونيين في الارض، نفس الصندوق ونفس الضوء الاحمر. غير هو هاد المره الراجل اللي كان واقف في الباراج بان لي من بعيد واقف في وسط الطريق. مني قربت ليه كان بالضبط نفس الدراكي، نفس الوجه ونفس الموستاج الخفيف ونفس الكاسكيطه والجاكيطه، ولكن الملامح ديالو ما بقاوش كما كانوا. في الباراج الاول كان هادي ومكالم، ولكن هنا كانت باينه فيه معصب وعينيه محلولين، وبدا كيشير لي بيديه بجوج وكيغوت. وقف الطوموبيل، انا بلا ما نحس حطيت رجلي على الفران، ومني قربت الباراج كثر تحرك الدراكي للجهه اللي كنت غادي ندوز منها، بحال باغي يوقف قدامي ويسد عليا الطريق بالجسم ديالو. في ديك اللحظه فكرت اش قال لي البوليسي في الباراج الاول، حتى الا شفتيني واقف تما ما توقفش. حيدت ترجع للفران وركت على الكسيراتور ودز من بين دوك اللعيبات الليمونيين والجنب ديال الطريق، وانا دايز سمعت شي حاجه ضربات في اليمين ديال الطوموبيل. شفت في المرايه ولقيت البوليسي كيجري ورايا، ولكن ما كانش كيجري بحال شي واحد عادي، كان تابعني بواحد السرعه خياليه. الطوموبيل كانت غاده بواحد 60 وهو كيجري بالجهد ووجهه ما كيتحركش وعينيه غير مركزين عليا. زدت في السرعه اكثر ومن بعد على غفله اختفى وسط الضباب. انا بقيت مركز وكنشوف غير قدامي، ما بغيتش نعاود نشوف في المرايه اللور. قلت في راسي يمكن غير الخوف هو اللي خلاني نحس باللي كان كيجري بهذه السرعه. ومن بعد هذا الشيء سمعت 3 ديال الضربات جايين من اللور ديال الطوموبيل. شديت انا الفولوم بجوج يدين وبقيت كنتعاود من الشيطان، ومني بديت كنذكر الله سمعت واحد الصوت ثقيل جاي من الكرسي اللي ورايا. انا بطبيعه الحال ما دورتش راسي نهائيا وبقيت مركز على الطريق. النفس بقات كتقرب ليا اكثر واكثر، ومن بعد قال لي بنفس صوت البوليسي اللي كان هادي وواضح مزيان ملي ما وقفتيش. عرفتوا بكثره الخلع والصدمه والله ما عرفتش كيفاش بقيت سايق. ما غوت، ما درت شفت اللور شكون اللي دوا معايا، ما درت حتى شي رياكشن. حسيت غير بوجهي سخن ويدي ولاو باردين بزاف ولاو مقلاصين. من بعد شي ثواني قليله قال لي داك الصوت مره اخرى ما تشوفش في المرايه حتى توصل لشي بلاصه فيها الضوء. بقيت كنشوف قدامي ما بالي حتى شي ضوء بعيد غير الطريق والضبابه. بطبيعه الحال حنا كبشر اول حاجه كيقولها لك عقلك ملي شي واحد يقول لك ما تشوفش هي خاصك تشوف. داكشي علاش طلعت عيني للمرايه الوسطانيه، لقيت الكرسي اللي ورايا خاوي كيصفر، ولكن في القريته كاع ديال المرايه بان لي الوجه ديال داك الدراكي قريب من كتفي. ما كانش باين لا الجسم ديالو ولا فين جالس، غير الراس ديالو خارج بشويه من الظلام والملامح ديالو جامده بحال شي جثه. نزلت عيني بالزربه وسمعته كيقول لي مره اخرى ياك قلت لك ما تشوفش. في ديك اللحظه بان لي الضوء ديال واحد الستاسيون بعيد شويه، فاش ديت الطريق ديالو نيشان بلا ما نفكر جوج مرات. مني وصلت دخلت ليها بالزربه ووقفت قدام الباب، هبط دغيا من الطوموبيل وخليتها شاعله، وبان لي واحد الدري شاب خدام في الستاسيون غا بوحدو، بان لي واقف ورا الكونطوار. مني شافني داخل بهاد الحاله قال لي مالك ياك ما وقعت لك شي كسيده؟ قلت ليه وانا كنهج واش كاين شي باراج ديال البوليس قريب من هنايا؟ قال لي فين بالضبط؟ من بعد ما شرحت ليه فين شفت داك الباراج بقى كيشوف فيا بحال قلتي كيحاول يعرف واش كنقول الصح ولا غير الخلعه مأثر عليا. قال لي ما كاين حتى شي باراج في ديك البلاصه وانا راه العشيه كامله وانا هنا وما شفت حتى شي دوريه دازت. هذا الجواب اللي عطاني غير ما تعقد الامور اكثر، ولكن ما بغيتش نبين ليه بلي كلامو زاد خلعني. فقلت ليه ايوا يمكن غير شي باراج مؤقت داروه بسبب الكسيده اللي وقعت. حسيت به ما اقتنعش بهاد الهضره، حرك راسو بشويه وقال لي المهم من بعد هادشي خرج معايا باش يشوف الطوموبيل اللي انا براسي مازال ما تشاكيتهاش بكثره داك الخوف اللي كان فيا. اول ما قربنا منها بانوا لي واحد 3 ديال الخطوطه بادين من الجهه اللورانيه وكيسالي وحده الباب ديال الشافور.
بحال شي واحد بقى جار شي حديده على الطوموبيل لقيتها فاش كتسيق. الدري اللي كان معايا قرب شويه من الطوموبيل بلا ما يقيسها وقال لي واش دزتي حدا شي حديده في الطريق. بقيت كنحاول نتفكر وقلت ليه لا، واصلا هادو ما كانوش اثار ديال ضربه واحده، كانوا 3 ديال الخطوط متوازيه وبنفس الطول تقريبا. قلت ليه والله ما عرفت، ولكن ما حسيتش حتى شي حاجه من غير ديك الضربه ملي دزت من البراج الثاني. بقى الدري كيشوف دوك الضربات شويه ومن بعد رجع دخل الستاسيون بلا ما يزيد ينطق بحتى شي كلمه اخرى. وهذا السكوت ديالو خلاني نحس بيه حتى هو ما لقى حتى شي تفسير لهذا الشيء اللي وقع ليا. انا بصراحه ما بقيتش قادر نكمل الطريق بوحدي وقررت نبقى في ستاسيون حتى دازت واحد الطوموبيل غادي لجهه طنجه. مني خرجت ركبت بالزربه وبقيت تابع الطريق كامله محافظ على نفس المسافه بيني وبينها حتى وصلت للمدينه وسلمت التوصيله اللي كانت عندي ومن بعد رجعت للدار مع ديك الوحده ديال الليل. ولكن طول الطريق وانا كنعاود نفس الاحداث في راسي وكنحاول نلقى شي تفسير منطقي لهذا الشيء اللي وقع معايا. ويمكن داك الدركي كان غير كينبهني من شي نصابه ولا شي قطاع الطرق دايرين براج مزور. وحتى الصوت اللي سمعته جاي من الكرسي اللوراني حاولت نقنع راسي باللي يمكن الراديو كان باقي شاعل وانا ما رديتش البال. في الداخل ديالي كنت عارف بلي هاد التفسيرات كاع ما مقنعه بزاف، ولكن في ديك الليله كنت محتاج نصدق اي حاجه غير باش نقدر ندخل للدار ونعس. الغد اللي في الصباح هبطت نشوف ونقلب في الطوموبيل ولقيت دوك 3 ديال الضربات باقيين تما كما خليناهم البارح. وزدت لقيت حاجه اخرى في الكرسي اللوراني، لقيت ديك العيبه الليمونيه اللي كيديروا البوليس في البراجات، كانت قديمه وموسخه واللون ديالها ممحي بكثره القدوميه. انا بقيت غير كنشوف ومصدوم كنقول في راسي واش انا كنحلم دابا ولا شنو. لما غنقول هادشي واش هيقني كيفاش دابا هادي محطوطه عندي هنايا والباب اللوراني الليل كامل هو مسدود، الطوموبيل واقفه تحت الباب وحتى شي واحد ما قرب ليها. هزيت ديك اللعيبه وانا حاقد ديال بصح، مشيت لواحد البركاصه بعيده ولا حتى تماك. من بعدها تحركت للخدمه وقررت باش نعاود هادشي اللي كيوقع ليا لواحد صاحبي سميتو ياسين. وبطبيعه الحال داكشي اللي كنت متوقع هو اللي طرا. بدا كيضحك وقال لي يمكن البوليس عجباتو الكونغو ديالك وركب معاك. قلت ليه راني كندوي معاك فري يا صاحبي، راه ما كنضحكش معاك. قال لي راه حتى انا كنهضر معاك بصح، انت كتسوق من الصباح حتى الليل، راه بستيف ما دماغك يبدا يوريك البراج في الخلا وتسمع شي حوايج اللي ما كاينينش اصلا. ولكن ملي خرجنا وريته الضربات في الباب سكت شويه وقال لي احتمال كبير تكون دزتي حدا شي حاجه وما رديتيش البال خصوصا في الليل وانت في ديك الحاله. انا هنا تفكرت العماري، واحد الشيفور قديم كان خدام معنا هنايا. مشيت عنده وقلت ليه عمي العماري واش كتعرف شي براج في ديك الطريق؟ عرفتو مني وصفت ليه البلاصه وجهو تبدل. قال لي شحال كانت الساعه؟ قلت ليه جويه 9:30 ديال الليل. قال لي والبوليس اللي شفتي كان بوحدو؟ قلت ليه العماري شعل واحد الكار وقال لي الا اضطريت تدوز من تماك مره اخرى دوز في النهار. وعلاش؟ قال لي الطريق راه ماشي ديال الليل. قلت ليه واش وقعت فيها شي كسيده؟ جاوبني بواحد البروده وقال لي بلي الكسيد كيوقعوا في الطرقان كاملين. ومن بعد مشى وخلى السؤال ديالي معلق بلا حتى شي جواب. في ديك الليله وانا ناعس مع ديك 2 ديال الليل عيطات لي واحد النمره بريفي. جاوبت بحال هكا ولكن حتى حد مدعو. قلت الو والو ثقيل. واحد شويه قبل ما نقطع سمعت الصوت ديال الراديو بحال اللي عندي في الطوموبيل، نفس داك التشاش اللي سمعت في الطريق. وكان شي حد من وسط داك التشاش كيقول الطوموبيله البيضاء نقص من السرعه. انا في هذه اللحظه قطعت لابيل في البلاصه، ولكن ما دازت 6 دقائق حتى شفت التليفون كيصوني عاوتاني. خليته كيصوني وما جاوبش، ولكن ملي عيط المره الثالثه جاوبته انا معصب. شكون معايا؟ جاوبني نفس الصوت ديال داك الدراكي وبنفس البروده اللي كانت فيه. قال لي ما كانش خاصك تاخذ شي حاجه ماشي ديالك. قلت ليه شنو واش كتخربق؟ الا كنتي كدوي على ديك اللعيبه الليمونيه راني لحتها. هنا سكت داك الصوت شويه ومن بعد قال رجع الحاجه لبلاصتها وتقطعت لابيل. ديك الليله بقيت غير متكي كنفكر، النعاس ما بقيتش شفتو. فاش طلع الصباح مشيت نيشان لديك البركاسه اللي لحت فيها ديك اللعيبه الليمونيه ولكن ما لقيتهاش، ما كاينش الاثار ديالها. قلت مع راسي والله الا صافي مزيان تهنينا منها. غير هو من رجعت للطوموبيل وحليت الباب اللوراني لقيتها في نفس البلاصه اللي لقيتها فيها اول مره. خليتها تماك ومشيت للخدمه باش نوريها لياسين. قلت لي ها هي اللعيبه اللي لقيت في الطوموبيل. بدا كيتفلى وقال لي صافي مزيان نحطوها قدام الباب باش ما يبقى يبارك لينا حتى واحد. ولكن ملي شاف وجهي سكت وعرف بلي ما كنتش كنضحك. شد ديك اللعيبه وبدا كيدور فيها وكيقلب لا تكون فيها شي حاجه. وفرعي شاف لتحت واحد الرقم مكتوب بالكحل وكيبان ممسوح شويه. الرقم هو 27 وتحت الرقم كاينه واحد العيبه مكتوبه بحال السميه واقيله مكتوبه عين نقطه قاف. ياسين صورها شي بالتليفون وقال لي صافي تنزيد ونقلب. انا خبيت ديك اللعيبه في واحد الخزنه صغيره عندنا هنا في الخدمه وزديت عليها. المهم داك النهار داز عادي ما وقع فيه والو حتى خرجنا مع 6. مشيت حليت ديك الخزنه باش ناخذ الجاكيطه ديالي ولقيت الارض عامره بالماء وهذا الماء بحال قلتي داير غير بديك اللعيبه الليمونيه بحال مخرجينه من البحر. ياسين فاش شاف هذا المنظر بقى ساكت، داك الضحك اللي كان فيه ما بقاش حيت داك الماء حرفيا ما كناش عارفين منين خارج، كلشي ناشف الا ديك البلاصه. في النهار الثالث قررنا نمشيو لديك الطريق اللي بدا منها كلشي، ولكن بطبيعه الحال غنمشيو لها في الصباح ماشي في الليل. وبصح خرجنا مع 10 ديال الصباح، الجو كان صافي والطريق عامره بالطوموبيلات. وريتو تقريبا فين شفت داك البراج الاول ولكن ما كان حتى حاجه، لا اثر ديال شي صندوق لا دوك اللعيبات الليمونيين لا البلاصه بحد ذاتها ما صالحاش يوقف فيها شي بوليسي. في الجهه اليمنيه كان غير واحد المنحدر وحافه مضيقه. قلت لي ياسين انا متاكد 100% بلي هنا فين وقفت. قال لي كيفاش وقفتي هنا؟ راه ما كايناش اصلا البلاصه فين غتوقف، وبصح البلاصه كانت مضيقه بزاف باش يوقف فيها شي واحد
الطوموبيل. المهم كملنا شويه حتى وصلنا للبلاصه اللي ظنيت بلي شفت فيها البراج الثاني. لقينا واحد الطريق صغيره داخله وسط الشجر ومسدوده بحاجز ديال الحديد، وداك الحاجز ديال الحديد كان كامل مصدي، وحدها كان واقف واحد المبنى صغير ومهجور والنص في السقف ديالو طايح. بلاصينا الطوموبيل ونزلنا، والبنايه كانت بحال شي نقطه تفتيش ديال البوليس قديمه ومهجوره، بابها محيد دجاج ديال شرجمها مهرس، وفي الداخل كان واحد البيرو قديم وكرسي مقلوب والحيوطه كاملين كحلين من شي دخان. ياسين هو كيشوف قال لي يمكن هذا كان شي مقر صغير ديال الحراسه ديال الدراك واقيلا. المهم قلبنا في البلاصه مزيان ولكن ما لقينا حتى شي حاجه مهمه، غير لاحظنا واحد المسمار في الحيط وتحته مستطيل نقي وسط ديك الكحوليه ديال الدخان، بحال اللي قلتي كانت معلقه تماك شي تصويره وتحيدات غير مؤخرا. فصافي تمينا خارجين باش نرجعوا في حالاتنا، ولكن هنا سمعنا 3 ديال الدقات جايين من الباب اللوراني ديال الكونكو. انا وياسين شفنا في بعضياتنا وخرجنا كنجري ونشوفوا شكون كاين ورا الطوموبيل، ولكن للاسف ولا لحسن الحظ ما كان حتى شي واحد. كانت غير واحد الكلمه مكتوبه بالصباع وسط الغبره ديال الدجاج اللوراني، رجعها. ياسين مسحها وقال لي يلا نخويو من هنا. رجعنا لطنجة بلا ما نهضروا بزاف، وفي العشيه ديال نفس داك النهار لقى ياسين واحد البوست قديم في واحد الصفحه كيجمعوا فيها تصاور قدام ديال طنجة. البوست كانت فيه واحد التصويره ما واضحاش مزيان ولكن كتبان فيها نفس هذه البنايه هذه قبل ما تحرق، وقدامها 3 ديال الرجال لابسين اللبس ديال الدراك، واحد منهم كان هو نفس الدراكي اللي شفت. تحت التصويره كان مكتوب نقطه المراقبه القديمه بطريق القصر الصغير اواخر التسعينات، ما كانوا لا سميات لا تفاصيل اخرين لا والو. ياسين كتب لمول ديك الباج وسول على الرجال اللي كاينين في التصويره. الجواب جاه من بعد ساعات وقال ليه ما عنديش معلومات كثيره، اللي عارف هو ان المركز تهجر من بعد الحريق والاختفاء ديال واحد الموظف اللي كان خدام في بيرمانونس ديال الليل، كان زعما هذا الشيفت ديال الليل. سولنا على سميتو وقال لنا بصراحه ما متاكدش، ولكن على حسب واحد التعليق قديم وقال سميتو هي عبد القادر. مني قريت انا السميه ديال عبد القادر تجمدت في بلاصتي، تفكرت دوك الحروف اللي كانوا مكتوبين تحت ديك العيبه الليمونيه عين قاف. ديك الليله ما عيطات لي حتى شي نمره وما سمعت حتى شي صوت ولا شي حاجه بحال هكا. قلت صافي يمكن القصه تطوات وسالات. في الصباح ملي مشيت للخدمه لقيت ديك الخزنه الصغيره فين حطيت ديك العيبه الليمونيه محلوله، غير هو ديك العيبه نيت ما لقيتهاش، ولات في بلاصتها واحد الدفتر صغير وفازك شويه، الصفحات ديالو صفرين وكيبانوا قدام بزاف وفيهم ديتس ولي ماتريكول ديال الطوموبيلات، زعما التواريخ والرقم ديال الطوموبيلات اللي دازو من تماك من ديك البراج. الاغلبيه ديال الكتابه كانت محيه بالماء، ولكن في الصفحه الاخرى بان لي التاريخ ديال اول ليله داز فيها وتحته الرقم ديال الماتريكول ديال طوموبيلتي، وحداه كانت مكتوبه ملاحظه صغيره ما وقفش في النقطه الثانيه، وفي السطر اللي من بعده كان مكتوب التاريخ ديال الغد ليه، وحداه رجع في النهار ومعاه شاهد. اما تحتها فكان سطر جديد بنفس التاريخ ديال داك النهار اللي هو اليوم، الليله غادي يرجع بوحده. بقيت كنقرا في هذه الجمله مره وجوج وثلاثه وما قدرتش نستوعبها، حيت انا اصلا ما كنتش ناوي نرجع ديك الليله، ولكن مع 7 العشيه عيطات لي اختي من تطوان وقالت لي الوالده كانت عندها وحسيت بوجع خايب في كرشها وراه بغاو يدوها المستعجلات. انا اللي حديت الكتاب من يدي وما فكرت حتى حاجه اخرى، ركبت في الكونكو وشديت الطريق، خرجت نيشان الطريق الرئيسيه، ولكن ما ضربتش بزاف حتى لقيت الطريق واقفه بسبب واحد الكاميو مقلوب في واحد المرعرج. واحد البوليسي كان كيرجع الناس وكيقول لهم بلي الطريق غادي تبقى مسدوده لساعات، فما بقى قدامي غير جوج اختيارات، يا اما نبقى نتسنى ولا ناخذ الطريق القصر الصغير. عيطت لي ياسين وقلت ليه شنو وقع، وقال لي تسناني تماك انا غنجي عندك ونتحركوا انا وياك لتماك. وفعلا جا عندي في طاكسي، ولكن من تما قبل ما نشدوا الطريق قررنا نوقفوا في نفس ديك السطاسيون اللي مشيت ليه في ديك الليله، ولكن ملي وصلنا ما لقيناش داك الشاب اللي كان خدام تما. لقينا في بلاصتو راجل كبير في العمر بحال والو يكون هو مول السطاسيون. سولت على داك الدري اللي خدام هنا وقال لنا ما كاين حتى شي دري خدام عندي في الليل، انا اصلا كنسد مع 8. قلت ليه ولكن قبل يومين دخلت هنا مع جويه 10 ديال الليل وبقيت شاد هضر مع واحد الدري. الراجل شاف فيا وهو مستغرب بحال كيقول في راسو واش هذا كيكذب ولا مال. قال لي راه السطاسيون هذه كانت مسدوده قبل يومين. انا وياسين شفنا بعضياتنا وياسين دار فيه واحد الشوفه ديال صافي غير سكوت ما تقول ليه والو. المهم خرجنا قبل ما يسد الراجل السطاسيون ديالو والضبابه كانت بدات كتنزل. ياسين في الصراحه هنايا دار واحد البلان ناضي، شعل الكاميرا ديال التليفون ديالو وحطها قدام الدجاج باش زعما يصور الطريق كامله. قال لي ها انت اي حاجه غادي نشوفوها غادي تصور. المهم دزنا من البلاصه الاولى وما لقينا فيها حتى باراج وكملنا طريقنا عادي، غير داك الراديو اللي عندي بدا كيتقطع كيدير داك التشارج ديالو. ياسين مد يدو بحال هكا وطفاه، ولكن من بعد شي ثواني قليله بوحدو شعل وخرج منه نفس الصوت، الطروبيله البيضاء نقص من السرعه. ياسين شاف فيا وبقى ساكت، وقدامنا بدا كيبان واحد الضوء احمر وسط الضباب، فنقصت السرعه شويه ومني قربنا تاكدنا بلي الباراج كاين تماك، نفس العيبات الليمونيين نفس الصندوق ونفس البوليسي واقف على اليمين. ياسين قال لي ما توقفش غا كمل، ولكن البوليسي ما كانش كيشير لينا اصلا باش نوقفوا، بالعكس كان كيدير لينا بيدو بحال هكا باش نكملوا. مني قربنا اكثر بان لي وجهه مزيان وكان هو نفس الراجل اللي شفت اول مره. الدار كيقرب من جهه ياسين وبدا كيقول ليه شي حاجه، انا سمعته بوضوح كيقول ليه ما تخليهش يهبط من الطوموبيل، شنو ما بغى يوقع.
ولكن ملي فتنا الباراج ياسين دار عندي وقال لي علاش قال لك خاصك توقف وتخرج في الباراج الثاني. شفت فيه وانا مستغرب وقلت ليه شنو واصلا ما جاش كاع لجهتي. جاوبني ياسين وقال لي راه شفتو كيهضر معاك انت يا صاحبي، قال لك ملي توصل للباراج الثاني توقف وتهبط بوحدك. ومن هنا بدا الصداع بيناتنا. انا كنأكد ليه بلي البوليسي قال ليه ما يخلينيش نهبط من الطوموبيل شنو ما بغى يوقع، وهو كيحلف بلي سمع العكس ديال هادشي. فاش تاكدنا من الفيديو لقينا بلي بصح كان الباراج والضوء واللعيبات الليمونيين، ولكن ما كان باين حتى شي بوليسي في الفيديو. بانت بلي الكونكو نقصات السرعه بوحدها حدا طريق خاويه. ومن بعد كملنا. ياسين قال لي يلا نرجعوا في حالاتنا، هادشي راه فريمون غيسطينا. قلت ليه لا والو اصاحبي راه والدك كتسنانا. كملنا الطريق ومن بعد شي دقائق قليله بان لينا الباراج الثاني، ولكن هذه المره كان كبر من الاول بزاف. ما بقاوش غير جوج لعيبات ليمونين محطوطين في الارض، كانت الطريق كامله مسدوده بحاجز ديال الحديد. وراه كانت واقفه طوموبيله قديمه ديال الدراك ضوها ازرق شاعل ولكن بلا تصوت. قدام الطوموبيل كانوا واقفين جوج رجاله، ومني قربنا شويه لقينا بلي بجوجهم عندهم نفس الوجه ديال داك الدراكي. واحد واقف في اليمين وكيشير ليا نكمل، والاخر واقف في اليسار وكيأمرني باش نوقف. ياسين بدا كيغوت وكيقول لي وقف وقف، راه الدراكي الاول قال لنا خصنا نوقفوا. جاوبته وانا شاد الفولو لا راه قال لنا ما نوقفوش. وفي ديك اللحظه الراديو بدا كيخرجوا منه اصوات كثيره كلهم بنفس الصوت ديال الدراكي، ولكن كل واحد فيهم كيعطي امر مختلف. وقف كمل ارجع ما تشوفش اللي معاك راه ماشي ياسين. في ديك اللحظه سكت وشفت ياسين كان جالس حدايا وجهه كامل صفر وعينيه مركزين في الباراج. قلت له ياسين شنو قلتي دابا؟ ما قلت والو علاش؟ قبل ما نجاوب الصوت اللي خارج من الراديو عاود قال لي اللي معاك راه ماشي ياسين. ياسين مد يدو بالزربه باش يطفي الراديو، ولكن على غفله خرج من الراديو الصوت ديال ياسين بنفسه حرفيا بنفس النبره ديالو كيقول لي حمزه ما تخليش يطفي الراديو. انا تماك الدم ديالي جمد ليا في عروقي، وبلا ما نحس دفعت يد ياسين قبل ما توصل للراديو. رجع شاف فيه وهو معصب باش كدير. بقيت غير كنشوف الطريق وانا ما عارفش واش نثيق في الراجل اللي بارك حدايا ولا في الصوت اللي خارج من الراديو. في ذاك الوقت كنا قربنا بزاف من الباراج، وواحد من الدراكين خرج حتى لوسط الطريق والاخر بقى في الجنب كيشير لينا. ما بقيتش عارف شكون فيهم الاول وشكون الثاني. دورت الفولون دغيا وضربت الكونغو مع الطرف ديال داك الحاجز ديال الحديد. سمع واحد الصوت مجهد والجاج تشقق، والكونغو خرجات شويه على طرف الطريق ولكن بقيت شاده حتى رجعتها لطريقي. مني شفت في المرايه لقيت واحد من الدراكين باقي واقف وسط الطريق، ولكن الثاني كان كيجري مورانا بواحد السرعه ماشي طبيعيه. كل ما زدت في السرعه كان كيقرب ليا اكثر واكثر بلا ما تبان عليه حتى شي علامه ديال العيا. ياسين بدا كيغوت كيقول لي زيد في الكسيراتور، والراديو هنا سكت في خطره واحده حتى سمعنا 3 دقات جايين من اللور. بجوجنا ما درناش نشوفو نهائيا، بقينا غير كنسمعوا داك الصوت ديال الدقان من بعد كل دقيقه تقريبا. كان الصوت ديال داك الدقان منظم بواحد الشكل غريب. ياسين وهو كيترعد بدا كيقرا القران بصوت منخفض. انا زدت كثيريت بالجهد حتى خرج من الضبابه وبانوا لينا الضواو ديال الطيور. مني دخلنا لتطوان كلشي وقف، الراديو والاصوات كلشي. مشينا عند الوالده ولقيناها بخير الحمد لله، غير ازمه خفيفه والطبيب قال لنا خاصها ترتاح ودير شي تحاليل. انا وياسين ما عاودنا حتى شي واحد بهادشي اللي وقع لينا. شكون غيتيقنا اصلا؟ هو براسو ما كانش متيقني. في الصباح رجعنا نشوفوا داك الفيديو، الطريق كلها كانت مصوره، ولكن في البلاصه اللي شفنا فيها حنايا الباراج الثاني الفيديو تقليد حتى لمده ديال 27 ثانيه 27 ثانيه بالضبط. ومن بعد رجع داكشي كما كان وبانت لينا الكونغو غادا عادي. عقلتو بعد على الرقم 27 اللي كان مكتوب. المهم انا من ديك الليله بدلت الخدمه ديالي وما بقيتش كنسوق في الليل. والنصيحه اللي غنقول لكم هي حاولوا ما تسافروش ولا تسوقوا بالليل، ولا اضطريتوا حسنوا راسكم بالاذكار، حيت عمرك ما غادي تعرف شكون كيكون معاك في الطريق